السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ورجعنا لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا، والنهارده جايين مع نوع حمام مميز جدا من حمام الزينة. النهارده يا جماعة هنتكلم عن الحمام المفتل. هو ليه أكتر من اسم، الحمام المفتل، الحمام الكيرلي، تمام. طبعا وليه أكتر من لون. طبعا على رأس كل الألوان ديت اللون المفتل الأبيض، المفتل الأبيض، تمام. واللي هو الفول كلر، أبيض ده يعني هو الفول كلر. في بقى الوان تانية كتير برضو فول كلر، زي الاحمر والاسود والاصفر، تمام. طبعا ادناهم سعرا، ده اقل حاجه في السعر فيهم هو المفتل الابيض الفول كلر. لكن المفتل الاسود الفول كلر، المفتل الاحمر الفول كلر، الاصفر الفول كلر، دول سعرهم غالي شويه، ممكن يكون ضعف دوت او 3 اضعاف ده كمان، تمام. عندنا منه الحمام المفتل الكامل، الكوامل اللي هو ايه، في طرطور او في طربوش وشراب، تمام كده يا جماعه اهو. لكن المفتل الاقرع دوت، طب هل يا ابو هاجر الاقرع ده ممكن يجيب كوامل؟ عادي يجيب كوامل عادي جدا. والمفتل الكوامل ممكن يجيب قرعه عادي جدا، تمام. طب هل السعر بيختلف؟ طبعا السعر بيقل شويه. لو جوز كوامل سعرهم بيزيد حاجات بسيطه، لو جوز كوامل السعر يزيد حاجات بسيطه يا جماعه. طيب بالنسبه للحمامه دي، الحمامه ديت مناعتها متوسطه، مناعتها متوسطه، ولا هي مناعتها ضعيفه ولا هي مناعتها عاليه، تمام كده، لكن مناعه متوسطه. طيب الحمامه دي يا ابو هاجر فريخه؟ فريخه، وهقول لك عيوبها، ليها عيوب طبعا، تمام. طبعا الحمامه ديت يا جماعه فريخه جدا، شبه البلدي، بتزق عيالها، بتزق عيالها. طيب بالنسبه لغزاره الانتاج، زيها زي اي حمام، لو سبتها تزق عيالها هتفطم الزغلولين وبعد كده هتلاقيها باضت، لازم تفطم الزغلولين. تلحم؟ لا، مفيش حاجه اسمها يلحم في الكلام ده، تمام. طب في حوار الزق يا ابو هاجر او موضوع الزق، هي عامله ايه؟ لا، ممتازه جدا في الزق، زيها زي البلدي على فكره في الزق، تمام. طيب الحجم بتاعها يا ابو هاجر، الحجم بتاعها بيبقى السوبر جامبو، وفي حمام تاني بيبقى ايه، جامبو بس، وفي حمام تاني بيبقى حمام حجمه عادي، تمام كده، يعني سوبر جامبو وجامبو وحجم عادي، تمام كده يا جماعه. طيب اكتر ما يميز الطير ده هو ايه؟ التفتيله. كل ما تفتيلته زادت كل ما سعره زاد، اهو بص التفتيله عامله ازاي، كل ايه ما تفتيلته زادت كل ما سعره زاد. طيب يا جماعه على فكره يعني احنا على قناتنا الثانيه، قناه احمد ابو هاجر البديله، اتمنى يعني اللي بيشوفنا لسه ما اشتركش فيها يشترك معانا يعني، تمام، جزاكم الله خيرا يعني. نكمل الفيديو بس عشان ما نتوهش من بعض. طيب بالنسبه للحمامه دي يا ابو هاجر اسعارها ايه؟ بالنسبه للحمام المفتل الابيض سعر الجوز الشغال معاك من 1000 جنيه ل 1500، تمام كده. الفول كلر اضرب في 2، ماشي. طيب عندنا بقى النوع الثاني المفتل الاكتاف. المفتل الاكتاف يا جماعه عندنا منه كتير قوي، عندنا مفتل اكتاف زرقاء، مفتل اكتاف حمراء، مفتل اكتاف صفراء، مفتل اكتاف سوداء. طيب اسعار المفتل الاكتاف ايه؟ نمره واحد في السعر واغلاهم سعرا هو مفتل الاكتاف الصفراء، تمام، وبعد كده الاكتاف الحمراء، وبعد كده الاكتاف السوداء، وبعد كده الاكتاف الزرقاء. طيب بالنسبه للمفتلات يا ابو هاجر اللي هي التايجر والحاجات دي، لا احنا بنتكلم ان هي ايه؟ ليه تهجين لون على لون، يعني تهجين لون على لون، صح كده. طبعا سعرها بيقل، لكن خد بالك لو تفتيلته عاليه، لو تفتيلته عاليه لا طبعا ماسك سعر. طيب كده احنا قلنا عيوب الحمامه دي. طب نتكلم الاول بس عن اسعار المفتل الاكتاف. اسعار المفتل الاكتاف بالنسبه للمفتل الاكتاف الاصفر ده سعره لو مستوى قوي يبدا معاك من 3000 جنيه وانت طالع لفوق، ممكن يوصل لخمسه، مفتل الاكتاف الصفراء، تمام. الاحمر يقل شويه، يقل 1000 1500. الازرق والاسود يعتبر سعرهم متقارب يا جماعه. الجزء الشغال من 2500 ماشي ل 3000، ده الازرق والاسود، تمام كده. طيب نيجي بقى على عيوب الحمامه دي. عيوب الحمامه دي يا جماعه عفوا، عيوب الحمامه دي يا جماعه ان هي مناعتها متوسطه، يعني من اقل حاجه غالبا بتتعب يعني، تمام. طيب تاني شيء في العيوب بتاعها، العيب بتاعها ايه؟ تمام، ان اغلبيه الحمام اللي موجود لازم يبقى يعني، بص الصح الدرب يكون لارنجي، بص كده الدرب بتاعها، الدرب لارنجي، تمام. يعني يا ابو هاجر لو دربه ابكم لا يعيبه، هو ده مش ابيض يا ابو هاجر؟ طب ما احنا الشقلباز الابيض دربه ابكم، اليمن الابيض دربه ابكم، اي حمامه بيضاء دربها ابكم، لا الحمامه ديت دربها الصح درب لارنجي، تمام يا جماعه. لو الدرب ابكم او ابيض الماظ يعيبها، تمام، تعرف ان هي داخلها لون تاني، لكن هي مفتل مفيش مشكله.
تاني عيب بقى معانا واخطر عيب فيها ان هي بتروق بيض، لان هي حمامه بتعيش في اوروبا، في الاماكن اللي فيها ثلوج تلج والكلام من ده، والاماكن شديده البروده، فتلاقي الحمام ده بنسميه من الحمام المهدل. الحمام المهدل اللي هو ريشه كثيف، تمام، زيها زي البخاره، زي النمس، تمام، زي روماني طبعا. طيب الحمامه ديت بقى بتعمل ايه؟ بتروق بيض، استاذ الترويق بيض، استاذ الترويق بيض. طب بنعمل ايه؟ قلنا نمسكها نفرخها، نخرطها من تحت، من عند فتحه المجمع، نخرط فتحه الشرك كده لتحت، نقرع الريش، نقرع الريش اللي تحت، تمام، بحيث ان يبقى ايه التخصيب او الغت بالنسبه للذكر والانثى سهل. تمام يا جماعه. طيب ثالث عيب وهو الاخطر على الاطلاق ان الديكوره بتاعتها بارده شويه، الديكوره في الحمام ده بارده شويه، تمام، فممكن تلاقي الذكر بتاع النتايه مثلا تلاقيه بارد، مش بيجري الموضوع التخصيب والكلام من ده كله، مش مركز على العموم فيه يعني، تمام كده. طبعا جاي بقى من بلاد التلج بقى والكلام الحلو دوت. فده كان فيديو النهارده يا جماعه، فيديو الحمام المفتل، حاولنا ان احنا نسرد لكم كل شيء عنه بالتفصيل. طيب بالنسبه للحمامه دي ماسكه سعر يا بقر، حمامه كويسه جدا ومطلوبه على فكره. حمام المفتل يا جماعه حمام مطلوب جدا، وحمام زينه، من الحمام اللي ماسك سعر وبينزل معارض وبياخد مراكز والكلام من ده كله، تمام. عمليه البيع والشراء في الحمامه ديت لا ممتازه بجد يعني لو انت عاوز تقتني جوز مفتل، لا بتبقى حاجه كويسه الصراحه يعني، عمليه البيع والشراء فيه سريعه جدا. طيب بالنسبه للزغاليل لو عرضناها بتتباع، طبعا بتتباع. طيب خد بس المعلومه دي كده من اخوك بقى، نصيحه لوجه الله، لو انت مقبل على فرخ الحمام المفتل، طيب فرخ الحمام المفتل يا جماعه، لاحظ ان قوته كلها في تفتيلته وريشه. يعني ايه يا ابو هاجر؟ عايز تقول لنا ايه؟ عايز اقول لك حضرتك انك لازم تهتم بالفيتامينات والاملاح المعدنيه والاحماض الامينيه، تمام، عشان خاطر انسى لي بقى حته الكالسيوم دي، الله يكرمك، عشان الناس تقول لك ايه، عشان الريش يطلع حلو ادي كالسيوم. قلنا ده كلام خطا، الكالسيوم ملوش علاقه بالريش اصلا، تمام. املاح معدنيه، احماض امينيه، تمام، فيتامينات، هم دول الافضل على الاطلاق في حته كثافه الريش. يعني عايز توصل لنا يا ابو هاجر؟ عايز اوصل لك ان انت لو فارخ زغاليل لازم في المرحله العمريه من عمر 10 ايام تبتدي تكثف الاملاح المعدنيه والاحماض الامينيه والفيتامينات. ليه؟ عشان يطلع ريش الحمام معاك مظبوط، يطلع الريش قوي، ما يطلعش الريش منحول، او يطلع الريش جدره ضعيف، تمام كده. فده كان فيديو النهارده يا جماعه، بشكر الجميع على حسن المتابعه والمشاهده. طبعا احنا قناتنا الثانيه دي قناه المنوعات، بنتكلم فيها في اي شيء وليست خاصه بالحمام فقط، بنعمل فلوجات بنتكلم فيها في حاجات كتير جدا. ممكن تلاقيني اتكلمت في كوره، ممكن تلاقيني اتكلمت في خروج انا خرجتها ومطعم رحت اكلت فيه، ممكن تلاقيني منزل فيديو انا واصحابي، ممكن تلاقيني منزل فيديو واحنا خارجين مثلا على الكورنيشه هنا، مفيش اي مشكله يعني. دي قناه منوعات وليست قناه للحمام مخصوص. قناه الحمام طبعا انتوا عارفينها، قناه احمد ابو هاجر محب الحمام، تمام. بشكر الجميع على حسن المتابعه والمشاهده. كان معاكم اخوكم في الله احمد ابو هاجر، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.